ولسه خيمة المصراوية مكملة معاكم وعندنا فقرات كتيرة. شهر رمضان اللي مليان بأجواء الفرحة والسعادة وأجواء روحانية جميلة جدا، وتسامح ولمة العيلة على الفطار، وأحيانا على السحور لو المواعيد ظبطت. منورني ومشرفني النهاردة، وأنا هكون في ضيافة أستاذ أيوب محمود أيوب، وزير مفوض تجاري. نورتنا وشرفتنا. ده نورك يا ست الكل ونور المشاهدين، وشهر مبارك ليكي وللمشاهدين كلهم ولمصر كلها جميعا يا رب يا رب يا رب. طبعا في حوار هيكون طويل ما بيننا عن رمضان في مصر ورمضان في الدول الأخرى، ولكن حابة أبتدي معانا بالابتهالات. ومنورنا ومشرفنا في استوديو خيمة المصراوية المبتهل الشيخ محمد علي جابين، اللي برحب بيه. وهتسمعنا إيه يا فندم؟ اولا اهلا وسهلا بحضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين جميعا، ومصر بخير والامه الاسلاميه كلها بخير وسعاده. ونستقبل رمضان ونقول: يا عاشق النور، يا عاشق النور، غيث النور قد جاد. يا عاشق النور، يا عاشق النور، غيث النور قد جاد. والليل جمع زهادا وعبادا، الري في كأسهم دمع الحنين جارا، والشوق في سعيهم أمسى لهم زادا، والهائمون أذابوا في محبته يوم النوى، وأقاموا الليل ميعادا. يا ليل، يا ليل، والحب سر فيك كم حكمت به القلوب، به القلوب ضمير الكون فانقادا. يا ليل، يا ليل، يا ليل، يا ليل، هذا الذي يرجونه عادا، وهزة القرب تعرو، وهاتف هائم في الحي قد نادى.
شهر الصوم قد عاد. الله أكبر. شكرا لحضرتك المبتهل الشيخ المبتهل محمد علي جابين اللي مكمل معانا وموجود في سهرتنا النهاردة. هرجع عليه أستاذ أيوب محمود أيوب، وزير مفوض تجاري. رمضان مختلف، استعديت ازاي السنة دي تحديدا لرمضان؟ وكان في حاجة مختلفة عن السنين اللي فاتت؟ طبعا كل سنة بيبقى فيه تطور. أنا حضرت رمضان في الصين، في الهند، في استراليا، في سويسرا، في سوريا، في الصومال، ورمضان في كل دولة من هذه الدول اللي أنا صمت فيها بيختلف عن الدولة التانية، والنهاردة بيختلف عن من سنة أو من سنتين أو من 10 سنين. الجميل إن مع تطور العصر بتطور الآليات أو الأدوات أو المواد اللي زمان كان كل المأكولات اللي في رمضان أساسا بتعملها ست البيت. أيوه. دلوقتي ده في وافد جديد وهو الأكل الجاهز. ما اقصدش الدليفري، كلمه الدليفري انا ولكن بكمل في الاكل بيوت الجاهز. بتعمل زي الاكل البيتي بالظبط. حضرتك اللي تقصدها هي بتتعمل بطريقتين. المحلات الكبيره في قسم المأكولات تبص تلاقي اكلات جاهزه، كل اللي على ست البيت انها تسخنه. هايل. ده غير طبعا السلطه ما بتسخنش، انا بتكلم على الحاجات اللي بتسخن. ده نوع. النوع التاني نشأ مع الوقت. بعض السيدات هسميهم سيدات أعمال ناشئات بيعملوا أكل في البيت وبيبيعوه. فالناس لما بتعرف ده أكل معمول ملموم ومعمول ليهم كما لو كان مع الست البيت هي اللي عاملاه. ايوه، اكل بيتي بيعتبر. بيبقى هو بالظبط أكل بيتي. الجميل ان هذا التقليد او هذه الممارسه ابتدت تتسع نطاقها، ودي في حد ذاتها بتخلق فرص عمل وبتحرك الدوره الاقتصاديه وبتخلي مصادر الدخل للاسره بتزيد. وفي نفس الوقت السيدات العاملات ما بتشيلش هم، وانا اقصد كلمه هم، انها تعمل فطار رمضان وهي جايه من الشغل. بتقدر بتتفق مع فلانه، يا فلان انت هتعمليه كذا وكذا وكذا، وبتحدد الحجم. ايوه، الكميه او العدد الاشخاص. فبالشكل ده دي بقى وين وين سيتويشن زي بيقول، يعني الاثنين كسبانين. احنا كلنا فايزين. الكسبانين الاثنين. اللي ست البيت العامله جهدها اتوفر، فجهدها لانها عندها مسؤوليات تانية، مش بس العمل، عندها الاطفال وعندها زوجها وعندها التزامات اجتماعيه اخرى. بيضاف ليهم انها تحضر الفطار رمضان، وفطار رمضان له اهميه اكبر من اي وجبه في الايام العاديه. لا انا هرجع للنقطه دي تاني، بس نعم. حضرتك اتكلمت عن الموضوع ده بطريقه وزير مفوض تجاري، مش انسان بيجي له بيستعد لشهر رمضان. هرجع للنقطه دي، بس انا حابه برضو اسمع من الشيخ المبتهل محمد علي جابين ابتهال تاني. ممكن يا فندم؟ كمان نسعد بيه. يلا بينا. احنا محتاجين برضو نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم. افضل الصلاه والسلام. شدوت به فأوبت السماء، شدوت به فأوبت السماء، وهمت به فأغناني العطاء، وقمت أصوغ في نجواه شعري، فكان اللحن منه
الحداء، وقدست القصائد والقوافي بمدح محمد، وصف الرواء محمد المكرم في البرايا، محمد المكرم في البرايا، له الخلق المطهر، له الخلق المطهر والعلاء، فما زكى الإله كمثل طه، فما زكى الإله، فما زكى الإله كمثل طه، نبيا مدحه الآي الوضاء، ولا قال العلي عليه صلوا، ولا قال العلي عليه صلوا، عليه صلوا سواه، سواه حبذا هذا النداء. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشاه اللهم بنورك كما غشاته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم، وفرج كروبنا يا الله، وعلى آله وصحبه وسلم. بشكر الشيخ المبتهل محمد علي جابين، نورتنا وشرفتنا، وشكرا لحضرتك يا فندم. وليلتنا مستمرة مع أستاذ أيوب محمود أيوب، وزير مفوض تجاري. لما قلت لك طقوسك في رمضان السنة دي إيه، عملتها كده حسبة اقتصادية واقتصاد البلد والبيوت و من الآخر كده أنت هتجيب أكل من ده، ومش هي دي الأجواء الرمضانية عندك، ولا عازم ولا معزوم ولا إيه؟ أنا رمضان عندي أحلى أكل اللي باكله في البيت. تمام. من الستات اللي بيعملوا أكل في البيت؟ من الأكل اللي بيتعمل في البيت هو أحلى أكل عندي. تمام. ليه؟ لأن في نفس ربة البيت، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هي عارفة أنا بفضل إيه، مش بس بحب إيه، بفضل إيه. نمرة تلاتة، التكلفة بتبقى أقل كتير. نمرة أربعة، المكونات أنا واثق ثقة كاملة باللي بيتعمل بالمكونات السليمة صحيا. في نظافة فعلا، وانا بجيب خامات حلوة. انا مطمئن للي باكله وعارف اللي باكله. طبعا تطور العصر بيخلي ستات البيوت العاملات، ودي عليها عبء اضافي، ست بيت وعاملة جدا. فطبعا عبء لا يتحمله بشر الا الست. الراجل ما يقدرش يقوم بالدور ده، ما يقدرش يقوم بالدور ده، عشان نكون منصفين لنفسنا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الأكل اللي بيتعمل في البيت له طعم ودفء، وإن أنا الأكل ده معمول قدامي وهاخد حتة منه
وقبل ما انا هاكلها هعزم عليها. الحب والدفى، ايوه، معمول بالحب. فبيبقى طعمه او النكهه النكهه بتاعته حاجه تانية. طيب قولي بقى، انت لفيت دول كتير شرق وغرب، ولسه فاكره لقائنا من كام سنه لما قلتي ده في سوريا بتنجان ابيض بيحطوه في العسل سنتين المكدوس. ويحطوا فيه عين فاكراها؟ جمل، ولو كلتي واحده وقدرتي تبقي بطله. وانا لغايه دلوقتي عايزه اسافر سوريا عشان اروح اكلها لن وارجع. يعملوه لك في مصر ان شاء الله ونجيبوه لك لغايه هنا. اشكرك سعاده الوزير. قولي بقى، في كل الدول دي اكله غير الاكله دي اللي انا نفسي ادوقها ايه تاني شدتك وكانت فين؟ انا خدمت في الهند 4 سنين وبالتالي حضرت 4 رمضان تمام. في الهند. فكانت عندي فرصه ان انا اشوف، وطبيعه المستشار التجاري او الممثل التجاري او ايا كانت درجته الوظيفيه انه لازم يكون حوام بيتحرك كتير. ايوه. الحركه هنا منفعه والحركه مصلحه. جزء من الحركه دي ان كنت بروح التجمعات المختلفه، هو جزء منها بخلق مصالح، والجزء الثاني عاوز اعرف، تكتسب ثقافات. والجزء الثالث انا بعرف حاجه قد تكون اجمل من اللي انا متعود عليه. فنيجي رمضان ابص الاقي بيعملوا فطار جماعي في المسجد، عاملين مكان نظيف ومفروش كويس وترابيزات مش على الارض عشان نكون واضحين. عشان الركب. ايوه والستات البيوت المسلمات او ربات البيت، كلمة اسم ربة البيت دي اسم جميل وراقي. جليل، في تعظيم جليل، كده. جليل. ابص الاقي كله بيتباروا ان كل واحده تعمل امهر ما تستطيع ان تصنعه من اكل. ليه؟ لان مش بس جوزها واولادها اللي هياكلوه، لا، وقد تنتقد او تشكر وقد تقرص او تقرص. فكانت الستات بيتباروا في انهم يقدموا احسن انتاجهم. طبعا كل اسره بيجي رب الاسره وربة المنزل، واذا في اطفال بيجوا معاهم، اللي بيلفت النظر في التركيبه دي الاطفال. كل طفل لابس احسن ما عنده وحاطط على دماغه كاب او حاجه زي الطربوش ملون الهنديه حلوه قوي، وشكله يفتح النفس. يعني شكل الاطفال يفتح النفس، وجايين نضاف جدا ولابسين احسن ما عندهم كانه عيد. ليه؟ لان الام وبالذات الام بتتباهى بولادها وبناتها قدام الغير، فبتظهرهم في احسن مظهر قدام بقيه الاسر. وطبعا انا ادعي ان معظم الاسر دي كانت طبقه متوسطه او طبقه عاليه، لكن في شيء مهم بقى اللي هو ايه بقى؟ وهو جميل، ان هناك مكان للفقراء اللي جايين من غير اكل، جايين من غير اكل تماما، لان الاكل بيتعمل بزياده. اي، هي عامله اكل الاسره وهم 2 3، تمام، الاسره 2 3 4 بكتير يعني، لكن الاكل بيقضي 10. فبيجي الفقراء في هذا الشهر بيجدوا مش اكل عادي يشبعوا، لا، دي بيجدوا يشبعوا من احسن اكل في المجتمع، انضف من كل الجوانب. فده مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي في رمضان بين الاسر المسلمه في الهند. وعشان نعرف نقول، لما نقول المسلمين في الهند، اكبر تعداد للمسلمين في العالم في اندونيسيا، تاني دولة في عدد المسلمين هي الهند. والاسلام موجود في الهند من كشمير في الشمال لغاية اقصى الجنوب، كرناتاكا وتشيناي والاماكن دي، ومنتشرين. يجوز هم الكثافة اكتر فوق. ومن حسن الحظ
ان انا في رمضان معظم الايام رمضان ما كنت كنتش فوق. باكل في البيت. قول لي بقى، بالرغم من اللي قلته في الاول ان انا بفضل اكل البيت، لكن لسبب. هو ده برضو اكل بيتي يا فندم يعتبر. اكل بيت بالظبط. في حاجه اهم من اكل بقى البيت، الدفء الاجتماعي والتعارف بين الناس، وخلق فرص للتعارف وللتعاون والمنفعه المشتركه. اهم الاكلات ايه اللي اكلتها في الهند؟ خلينا نمسك دوله دوله كده. هو حقيقه بس ما تجوعنيش. حضرتك عارفه ان الهند بعض الولايات تحظر ذبح الابقار، تمام. فكان الوجبه الرئيسيه بتبقى لحم الغنم، سواء هي ماعز او شاه. فكان المكون الاساسي البروتين، والناس بتهتم اول بروتين اللي هي اللحوم. فده كان اهم حاجه. بس طبعا كان يعيبها مش الكاري، الكاري كويس جدا والكركم كويس جدا، بس كان يعيبها في تقديري انا وتصوري نسبه الشطه الزياده فيها. والهنود مشهورين بالشطه. فانا طبعا المضيف او اللي انا رايح معاه، فكنت اقول له الحاجه المشطشطه قول لي عليها عشان ما اغرفش منها، اتجنبها. هاخد لي كده حته معلقه كده بس ادوقها مجامله. ما هو برضه خدي بالك، المضيف وبالذات ست البيت يهمها ان الضيف ياكل من كل اللي عملته. انا حقيقه ما كنتش بفوت. الفرق بيبقى في ايه؟ حضرتك كنت عايز تكتشف حاجات جديدة وثقافات بالظبط يا جديدة، فندم. وفي حوارات بتتخلق من الكلام. يعني على السفرة دي احنا في كلام كتير قوي بيتقال. ما انا هقول لحضرتك، مره صديقي كان هندوسي، واللي عازمنا احنا الاثنين مسلم، تمام. وبالمصادفه الجميله عازمنا في بيته، فالعدد محدود نسبيا. محدود. فبالتالي اهتمام الست ملموم للعشرة دول. العشرة مبشرين بالفطار مش مبشرين بالجنة. فكلت حاجة لقيتها كده هي شكل القلقاس ومكعبات مكعبات، بس بتمضغ شوية القلقاس او البطاطس. عارفين زبدة. القوام بتاعها؟ ايوه بتدوب. القوام معروف ايوه. بس دي لقيتها بتمضغ شويه. كلت وحدايه كده ومغدغتها بصعوبه، وامر الله بلعتها. وخدي بالك الصيام برضه ده التزامات والواحد جعان. ايوه هفتان. بعدين مش قاعدة. برضه احنا عاده انا اسال فيما لا اعرف، ما عاملش نفسي عارف ولا ابو العريف. حلو. فقلت له ايه بقى اللي انا اكلتها دي؟ قال لي دي لوفه. كلمه لوفه بالهندي زي مصري، نفس الكلمه. يعني ما فكرش لا، هي لوفه. قال لي دي لوفه. قلت له لوفه اللي هي بتستخدم في الرابع في دعك الجسم. قال لي لا، انتوا عندكم بتستنى لما اللوفه تكبر وتتليف وبتستخدموها في دعك الجسم. لا، احنا بناخدها هي خضره قبل ما التيشو بتاعتها بتجمد، بتبقى زي الكوسه وبتتخرج زي الكوسه وبتتاكل بهذا قلت له بس والله بالحق يعني انا مبسوط قوي ان كنتوا بتستخدموا استخدام الجميل للوفه، لكن ارجوك ابعد الطبق ده عني عشان ايدي ما تجيش فيه بالغلط. طب ده الهند. لو رحت الصين فيهم حاجه جميله جدا. الاسر بتتفق، مجموعه الاسر اللي في الحي اولا قبل رمضان ابص الاقي البيوت كلها اتنضفت. احياء المتوسطه والفقيره والغنيه لازم ينظفوا البيت ويلمعوه وينوروه قبل رمضان. بيقعدوا اسبوعين في هذه العمليه، مستنيين رمضان. الضيف الجميل مستنيين رمضان. طبعا الاسلام عندنا احنا اسلام كامل تقريبا،
او احنا بنشوفه انه كده. هناك الاسلام بسيط شويه. بمعنى اقول لحضرتك، يعني انا رحت متجر وعرفوني بواحد قالوا ده مسلم، وبالصيني البسيط اللي انا اعرفه قلت له انت بقى بتعمل ايه في رمضان؟ اولا الاسم بالنسبه لي رمضان كان يعني زي مفاجاه. ما هو الواحد من نطق الكلمه وتاثيرها على الوجه بيعرف واقع الكلمه. قلت له بقى انت في ايه؟ يعني انت مسلم بقى، ايه معالم اسلامك؟ قال لي انا ما باكلش خنزير. عظيم. وايه كمان؟ قال لي ما بشربش خمر. قلت له عظيم جدا. واخبار رمضان ايه؟ قال لي ما معناه يعني الموضوع ده بعيد شويه عنهم. ربنا بيقبل، ربنا بيقبل وهو اعلم بالقلوب. اللي عجبني في الصين مستوى النظافه المرتفع. يا دي ان كونتراست، يعني مختلفه شويه عن الهند. مختلفه معروفة شويه. دي بعض لكن الشيء. الصين لما بتجتمع الاسر كلها على واجبه هم اللي بيعملوها، وبرضه بيكون اساسها لحم الغنم. اساسها لحم الغنم او البقر. الصين بيذبحوا البقر براحتهم. في الهند فتح البقر عليه مشاكل يعني. لكن في الصين بيذبحوا. الشيء المميز بقى في الصين الحلويات. انا طبعا بحب الحلويات بمقدار طبعا، عشان السكر والكلام ده ما تعملش اثار جانبيه. ابص الاقي حلويات لونها اخضر. احنا مش متعودين على ان احنا ناكل حلويات لونها اخضر. طلعت ايه؟ طلعت هي اساسها نباتي مع السكر او العسل بمعنى اصح. تمام. مع العسل محتفظه بلونها، لكن النكهه هم عندهم الجينجر اللي هو الجنزبيل. عندهم الجنزبيل مكون اساسي في حاجات كتير جدا. ده في الحلو ده جديد بالنسبه لي. ولكن انا مع الوقت اللي بيجري بسرعه في ليالي رمضان، واحنا اول يوم رمضان صحيح، بس افتكروا ان انا هقول لكم ده في اول يوم في رمضان، هنيجي معاكم يوم الوقفه ونقول يا رمضان جري بسرعه. هو ده اللي حصل دلوقتي مع استاذ ايوب محمود ايوب، وزير مفوض تجاري. اتمنى رمضان يكون الاسعد في حياتك كلها ان شاء الله، اسعد علينا وعلى مصر طيب باذن ورمضان كريم. الله اكرم. لسه مكملين وفقرات خيمة المصراوية مكملة معاكم، تابعونا.